كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من طعام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. An Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni abdullahi wa khatamun nabiyyin. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi, hingga akhir hadis. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Hakim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah demikian bagus dan indahnya, namun hanya kurang seluas sebuah batu bata di satu sudut. Orang-orang pun berkeliling di sekitarnya dan takjub kepadanya, lalu berkata, mengapa batu bata ini tidak dipasang? Beliau melanjutkan, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah demikian bagus dan indahnya, namun hanya kurang seluas sebuah batu bata di satu sudut. Orang-orang pun berkeliling di sekitarnya dan takjub kepadanya, lalu berkata, mengapa batu bata ini tidak dipasang? Beliau melanjutkan, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu
qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu hari ketika aku berada di belakang Nabi SAW, beliau bersabda, "Hai pemuda, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah perintah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh makhluk bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Ketahuilah, jika seluruh makhluk bersepakat untuk menimpakan mudarat terhadapmu, mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Kalam pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu hari ketika aku berada di belakang Nabi SAW, beliau bersabda, "Hai pemuda, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah perintah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh makhluk bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Ketahuilah, jika seluruh makhluk bersepakat untuk menimpakan mudarat terhadapmu, mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Kalam pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran lauhul mahfuz telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. An-Nabi Dardai radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dari Abu Darda radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segala sesuatu memiliki hakikat. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang telah luput darinya tidak mungkin menimpanya. Dari Abu Darda radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segala sesuatu memiliki hakikat. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang telah luput darinya tidak mungkin menimpanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah qala wa arshuhu 'alal ma'i. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beliau melanjutkan, dan ketika itu arsy-Nya berada di atas air. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beliau melanjutkan, dan ketika itu arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. An-Nabi Dardai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innallaha faragha ila kulli abdin min khalqihi min khamsin min ajalihi wa amalihi wa madja'ihi wa atharihi wa rizqihi. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menentukan 5 perkara pada setiap hamba yang diciptakannya, ajalnya, amalnya, kuburnya, umurnya dan rezekinya. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menentukan 5 perkara pada setiap hamba yang diciptakannya, ajalnya, amalnya, kuburnya, umurnya dan rezekinya. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafiyum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuhu ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشدته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا عصمته ولا مكروبا إلا فرجت عنه كروبه ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه وفقهته وعلمته واستخدمته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها ونجحتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليه.
تقبل الله منكم.